ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده هنتكلم فيه ازاي نعمل ميك اب النو ميك اب. الميك اب اللي انا هعمله النهارده، انا هبقى حاطه ميك اب في وشي، بس هبان ان انا يعني حاطه ميك اب بسيط جدا، او شكلي مش حاطط ميك اب خالص. فكرة الميك اب بتاعت النهاردة بسيطة جدا، واستخدمنا اقل ماتيريال فيها، وعلشان تعرفوا عملنا ايه في الفيديو تابعوا الفيديو للاخر. واتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. طبعا قبل ما ابدا اي حاجه نضفت بشرتي واستخدمت جل الوفيرا بالصبار من امتنان، وهستخدم بدل الفاونديشن هستخدم بي بي كريم من غارنيه، وبعد كده هوزعه على بشرتي كلها. زي ما انتم شايفين خلصت. بعد كده هستخدم بدال البلاشر هستخدم روج لونه احمر من سيفورا. بعد كده هوزعه بالسبونج بالطبطبة زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده في استخدامات البيوتي بلندر لازم تكون مبلولة، اللي هي مندية شوية. وبعد ما وزعته هثبته باللوز باودر، بديلة اللوز باودر اللي هي البيبي جونسون، برضو بنفس البيوتي بلندر، وبوزعه على الوش كله بطريقة الطبطبة، بحيث ان هو يثبت كل الحاجات الكريمي اللي انا حطيتها فوق بعض. وبعد كده هجيب قلم لونه بني من فلورمار، وهوزع بيه القلم هحطه فوق العين. وبعد كده هوزعه بالبرش. وطبعا بعد كده هجيب برضو نفس القلم اللي هو اللي انا استخدمته تحت العين، سوري فوق العين، هستخدمه تحت العين عند خط الرموش كده، بحيث ان العين تبين ان الرموش فيها كثافة شوية. وبرضو هستخدمه داخل العين. وهجيب برش، طبعا البرش مش هيكون فيها اي حاجة، وهحاول ان انا اوزع اللي انا عملته بالقلم اللي هو عند خط الرموش السفلية، او لو في اي زيادات طبعا بمسحها، ونفس الكلام برضو من فوق العين. طبعا دي الطريقة دي بتبين العين طبيعية جدا. واستخدمت ماسكارا من ايفون اسمها تشوك ماكس، بحيث ان هي بتدي كثافة وبتبين الرموش طبيعية. وطبعا برسم الحاجب زي ما انتم شايفين. رسمت الحاجب بجيل لاينر. بحاول ان انا اخففه من قدام، ما زودش الحاجب من قدام، بحيث ان الحاجب يبان معايا طبيعي اكتر. ويدوب كل اللي انا بعمله بس بملأ الفراغات بتاعة الحاجب. لو انا حسيت عموما ان الجل بتاعي مش ثابت، بحاول ان انا اثبته بباودر يكون نفس الدرجة بالظبط بتاعة الجل اللي انا استخدمتها. وطبعا برضو زي ما قلت لكم ما بحاولش ان انا ازود من قدام. بعد كده هجيب برش هحط فيها البي بي كريم اللي انا استخدمته او كونسيلر، وهنضف طبعا حوالين الحاجب علشان ابرز رسمة الحاجب اكتر وتبان اكتر. دي طبعا الطريقة دي بتبين منظر الحاجب زي ما انتم شايفين. الهايلايتر دوت انا اللي عاملاه. عملت لكم فيديو وهقول لكم عملناه ازاي. اول مره كنت استخدمه معاكم، حاسه حلو قوي، مستغرباه. وهو ده كان الهايلايتر، ووزعته برضو بالسبونج زي ما انا قلت لكم. عايزه اقول لكم السبونج بتبين الهايلايتر حلو قوي. وطبعا اخر حاجه بقى هنستخدمها وهي كانت الروج. استخدمت برضو روج نفس لون الشفايف من سيبال. وهو ده كان اللوك بتاع النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوف